أقتل موسى وليدع ربه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. قبل ما نبلش هذا الفيديو صلوا على النبي وحضروا السماعات، خلونا نشوف الفيديو وبتمنى تعطوني رأيكم في التعليقات. أنا رح شوف جميع التعليقات، يعني في رقم 1 وفي رقم 2. بتمنى تكتبوا رأيكم بالفيديو وتكتبوا مين أحلى صوته، ويلا نشوف الفيديو سويا. أنا رح أروح أكتب أول واحد بالتعليقات مين عجبني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله إيه ده يا عالم، ما شاء الله. دعونا نتعرف على الصوت الآخر. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله ما شاء الله ما شاء الله، عن جد يعني أصوات رائعة جدا. تابعوا الفيديو الآخر. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله، أصوات رائعة جدا. أنا راح أكتب رأيي في الفيديو بأول تعليق، وراح يكون مثبت التعليق حتى جميع الناس تشوف أنا مين صوت، يعني مين أنا عجبني أكثر شيء، وأنا راح أكتب هلأ في التعليقات. بتمنى تنزل وتكتب مين بتفضل صوته أحلى. رقم 1 هو الشاب معاذ، ورقم 2 أزهار من مصر. بتمنى يعني الفيديو نال إعجابكم، وبتمنى يعني اللي ما سمع صورة طه بصوت معاذ صيام راح تشوفوها بالوصف، وبتمنى يعني الفيديو ينال إعجابكم. وعنده تلاوات رائعة جدا. أنا تقريبا كل يوم يوم لا بعمل بث مباشر على اليوتيوب وبصوت معاذ الصيام، يعني ما شاء الله. بتمنى الكل يدعمه يشترك عنده، رابط قناته بأول تعليق. وبتمنى كل الحب والاحترام له، وشكرا لدعمكم المستمر على قناتي على اليوتيوب. وهلأ لو عجبكم الفيديو بتمنى ما تبخلوا علينا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. لو انت عندك تيك توك بتمنى يعني تعمل متابعة هونيك، ويوميا بفتح بث مباشر على التيك توك، وبنعمل قرآن كريم يوميا سورة، مثلا كل يوم سورة معينة. بنفتح يوميا الساعة 10 مساء على توقيت لبنان، يعني توقيت السعودية، لا توقيت مصر عفوا. وبتمنى الفيديو نال إعجابكم. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.